هذا فريق بركان فريق قوي جدا. بسم الله. فاز بالبطوله افون قبل نهايه البطوله في المغرب، وننشر المقابله اللي ربحوا فيها، وشفت مقابلات واحده اخرى. نشوف الشباب الاعلام الجزائري شنو كيقولوا على نهضة بركان المغربي بطل الكونفدراليه الافريقيه. نشوفوا الفيديو ونرجعوا لكم. واحده اخرى يعني فريق متميز، سي لان دي فافوري تاع لا كوب دو لا كاف هذه. نهضة انا احسن فريق. اوكي عنده خبره، عنده، لكن ما عندوش احسن فريق في البطوله. راهو احسن فريق، هو فريق قوي محمد. لازم نعرفوا بلي نهضة بركان كانوا قويين من كل نواحي، فريق اللي كان منظم كثير. لازم نستعرفوا بالقوه تاع سندبو المدرب التونسي معين الشعباني اللي فاز ديجا مع فينالي ولا سافينالي يعني مد للفريق اون اسيس دو جو اي تو سا، ولا فريق فينال كوب دافريك سي نورمال تكون في هذا قويه. المستوى. يبقاو لي ميور. تختلف بلي هذا نهضة بركان عندهم تجربه كبيره في هذا يعرفوا يسيروا المقابله. تحس بلي نهضة بركان عندهم تجربه كبيره في هذه المرحله، وين عرفوا يسيروا المقابله، طلعوا ريتم وقت ما حبوا، هبطوا ريتم وقت ما حبوا. صدمه بفريق قوي عنده مستوى لا باس به، فاز مرتين بهذه البطوله، نشط نهائيا دو فينال وين خسرهم. لا نقعدوا كيما نقولوا دون لا لوجيك بالمستوى اللي عنده نهضة بركان، زائد معين اللي عنده خبره، عنده تجربه، فاز بكأسين مع الترجي التونسي. لا فاز برابطه مرتين، رابطه الابطال مع الترجي التونسي. عنده مستوى ما شاء الله معين. كأس الكونفدرالية مازال بعيد كثير على الأندية الجزائرية. الأندية الجزائرية مازالها بعيدة بعض الشيء عن مضاهاة أندية النخبة في إفريقيا في المسابقات القارية. معين الشعباني يقول الحقيقة فريق نهضة بركان الذي مثل ما ذكر ناصر متمرس ويشارك بانتظام في السنوات الأخيرة ويصل إلى الأدوار المتقدمة. قلت لك بأن نهضة بركان في منحى تصاعدي. قمت في البطولة قبل المنافسة الإفريقية نهضة بركان. في نهاية المطاف احترم المنطق في كرة القدم. نهضة بركان لم يسرق لا الفوز ولا النتيجة يا عماد. يعني في نهاية المطاف الممثل المغربي وهو أحسن فريق الذي ربما تغلب على الرجاء والوداد في البطولة المحلية أمام فريق قبل عدة جولات من النهاية. قبل النهاية. علينا أن نحترم المنطق الرياضي عندما يكون فيه يعني روح رياضية ومنطق رياضي جد محترم. نقعدوا في كلام فريد اللي هو منطقي في كرة القدم، فيه أشياء ربما اللي لك حدود، يعني المستوى اللي ظهر به نهضة بركان اللي كانوا في المستوى أدوا لقاء مميز، اللقاء اللي سيروا به اللقاء نهضة بركان، لكن عرفوا كيفاش يمتصوا، مشاو على دي ترانزيسيون تحولات، سيروا اللقاء. لماذا لا نريد أن تتطور كرتنا؟ علاش علاش حابين انه كرتنا تتطور رغم انها راهي تلهث في اموال طائله جدا، والمستوى من سنه الى سنه المستوى يتراجع، ورانا رايحين نحكيو في الكاس. ما شاء الله تبارك الله على الدراري واللاعبين ديال نهضة بركان المغربي. النادي دابا راه مرعب افريقيا، النادي اللي جا قدامه راه كيتغلب عليه بالخبره والتجربه. كما شفتوا واخا تمرك عليهم الهدف في الدقائق الاولى، ولكن عرفوا كيفاش يجيروا المباراه وبقاو في التركيز عالي وكيفاش وسيروا المباراه، وجا واحد الطرد لسيمبا التنزاني وخلقوا فرص كبيره. يعني شخصيه البطل نهضة بركان، شخصيه البطل. العام الجاي غيلعب في العصبه، يعني عصبه الابطال افريقيا، يعني البطوله الكبيره، وغادي يلعب النوادي. جميع النوادي غادي يخافوا من نهضة بركان، وان شاء الله يتوج بالبطوله بالعصبه الافريقيه هو او الوداد البيضاوي او الرجاء البيضاوي، يعني النوادي المغربيه ان شاء الله. ونشوفوا كذلك تتويج كأس افريقيا للمغرب هنا بالمغرب ان شاء الله. هادشي اللي كاين الشباب اللي فرحان بالتتويج نهضة بركان يخليها الناس في الفيديو. شكون فيكم كيتمنى ان كأس افريقيا ان شاء الله تكون للمغرب هذه السنه هذه ان شاء الله، يعني في يناير 2026. هادشي اللي كاين الشباب. نشوفكم في فيديو جديد، ودائما دائما دائما الجديد على القناه ديالكم. خلي معكم متابعات. تهلاو لي في رواحكم، تهلاو بالسلامه.